كل ما الصاج يتحرق يطلع لك جوده الكبده حلو. لو غسلته كله تطيبه هتبقى التسويه بتاعتك بتاع الكبده زيها زي تسويه البيت. ايه يا حبيبي؟ الناس عايزاك تغسل الصاج في كل تسويه. ده مش اكيل اللي بيقول لك كده. مش اكيل اللي بيقول لك كده. لا تمام. هو ده بتاعنا بقى. ده مش اكيل والله. ده في ناس في ناس ما بترضاش تاكل. هقول لك ليه. لو غسلتها كل تسويه هتبقى زي تسويه البيت عندي. عند اللي بيتكلم. لكن لما بتتحرق كده بتاخد طعم الكبده، تاخد ريحه الكبده. هو دي اللي سر الخلطه. ايه هو بقى؟ اللي بيطلع ريحه حلوه لما يتحرق بعد تطيبه واثنين وثلاثه، اللي بيقول لك اغسله كل تطيبه. لو غسلته كل تطيبه هتبقى التسويه بتاعتك بتاع الكبده زيها زي تسويه البيت. ما فيهاش الريحه بتاع البياع. ما فيهاش الريحه بتاع البياع. انت في زمان مثلا لو التطيبه دي بتقول لك لا خليني انا تاني تطيبه وتالت تطيبه. ليه؟ عشان تاخد طعم الريحه. والله تاخد طعم الكبده. اقسم بالله بتاخد ريحه الكبده. فالصاج كل ما الصاج يتحرق يطلع لك جوده حلوه. هي دي سر. المفروض ما اقولكش كده. كل ما الصاج يتحرق يطلع لك جوده الكبده حلوه. هادي. هو ده السر. خلصت. انا خلصت. مكفيني. السر في الصاج اللي مش بس كل ما ياخد لون كل ما يطلع كبده ريحتها حلوه. تمام التوابل. كلهم التوابل اللي بتسود كده. التوابل اللي هي زي دي كده ما تحط على الصاج بتسوده. هي دي التوابل والدم. حبيبي بألف انا شفت. حبيبي بألف انا شفت. والله العظيم نفسك بحبه بصراحه وامانه يعني. الاكيل بيعرف. بس سبحان الله. والله العظيم توفيق من عند ربنا والله. في اي مكان هنا الطعم هنا مختلف خالص وداع وصبر على الاخرين. لا دي حقيقه والله مش بجاملك. بألف انا شفا يا حبيبي. بألف انا شفا. اللي ياكل واللي الراجل المحترم هو اللي بيقدر اللقمه الحلوه فين حته. بص حتى